النادي الاهلي خلص مباراه بيراميدز، طلع على مباراه فيوتشر، مباراه تقيله، رايح للالومنيوم، ثم مواجهه بيراميدز، عوده رمضان صبحي، جون صحيح 100%. كولر في المؤتمر الصحفي اتسال على حته الشناوي، رد وقال كلام مهم جدا وحلو جدا. طبعا في البداية قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم آمين. هبدأ الحلقة وأقول برغم أنف الحكم محمد عادل، الأهلي ينتصر على مودرن فيوتشر أو مودرن سبورت بنتيجة 2-1. أنا شايفها بنتيجة 3-1، وكان ممكن سيناريو اللقاء يختلف تماما لو تم احتساب هدف قفشة في الدقيقة 7 من المباراة. كنت هتشوف مباراة تانية وأداء تاني، خصوصا لأن كولر بدأ اللقاء بقفشة وإمام عاشور. فيعني لو كنت قفشة أحرز الهدف ده واتحسب في الدقيقة 7، كنت هتشوف بقى أداء تاني ولمسات إبداعية، وكنت هتشوف لقاء مختلف تماما. ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف والفار. يعني الصراحة جون صحيح 100%، تم إلغائه للنادي الأهلي. أنا مش عارف التحكيم واخدنا لفين ورايحين لفين وإيه اللي بيحصل في التحكيم، ولكن مبروك فوز النادي الأهلي. وطبعا كده الأهلي بيقرب جدا جدا من بيراميدز. المباراة القادمة عدي مباراة الأهلي والألومنيوم اللي هي هتكون يوم الجمعة، أنا هدفنا مباراة الأهلي وبيراميدز اللي هتكون يوم الاثنين، هي مباراة الموسم أو هي مباراة الدوري، والمباراة اللي بعديها مباراة المصري. المباراتين دول هامتين جدا جدا للنادي الاهلي. عايز اتكلم في كذا نقطة سريعا كده. طبعا انا امام عاشور عمل نيو لوك وغير القصة ومش عارف ايه. امام في الفترة الاخيرة بالنسبة لنا متألق مع النادي الاهلي طبعا، وهو رمانة ميزان اداء النادي الاهلي، ولكن امام لسه عنده المزيد جدا 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 من مستواه المتألق اللي لسه ما جاش مع النادي الاهلي. نتمنى طبعا امام ان هو يتالق اكثر واكثر. هو احرز هدف جميل جدا بضربه راس عن طريق كره ثابته لعبها له قفشه اللي هو كان هدف التعادل، ولكن امام لسه عنده المزيد. برضو عايز اتكلم عن محمد الشناوي. محمد الشناوي يا جماعه محدش يختلف انه حارس مرمى محترم وحارس مصر الاول طبعا بلا نزاع، ولكن مؤخرا انا مش عارف الشناوي هل هو بيفكر في الاحتراف، هل هو ايه اللي في بال الشناوي مخليه يظهر بالصورة السيئة دي. ولكن انا كل اللي طالبه من حضراتكم دعم الشناوي. الشناوي ياما حافظ على عرين النادي الاهلي، وياما كان صمام امان في مباريات كثيرة جدا. فيعني الشناوي نتمنى له العودة سريعا والتركيز فيما تبقى من مباريات في الموسم. طبعا كولر في المؤتمر الصحفي اتسأل على حتة الشناوي، رد وقال كلام مهم جدا وحلو جدا، لان كولر مش عايز يعني يخسر اي لاعب من لاعبيه، لان هو في المراحل الاخيره والمهمه جدا جدا في الفوز بالدوري المصري. كولر قال الخطأ وارد وانا هراجع المباراة مرة اخرى. انا شفت الخطأ من ارضية الملعب، ولكن هتفرج على المباراة مرة تانية، لان ممكن يكون الخطأ مش من لاعب واحد، ممكن يكون خطأ متكرر من كذا لاعب. فكولر مش بيشيل الشناوي مسؤولية الهدف كاملا، وفي نفس الوقت قال ان انا هراجع الفيديو تاني، وقال ان اي لاعب معرض ان هو يغلط، ولكن هراجع الفيديوهات وهاخد قرار في هذا الموضوع. برضو عايز اتكلم عن كريم فؤاد الصراحة وأكرم توفيق كالعادة. الاتنين تحسهم يعني روح الأهلي موجودة، أداء رجولي، أداء طول 90 دقيقة مركزين وبيطلعوا أحسن ما عندهم. طبعا ديانج لما نزل برضو ديانج مستواه يعني هو في كلام إن هو خلاص هيطلع إعارة إلى السعودية، ولكن أنا شايف إن ديانج وجوده في الأهلي مهم جدا جدا، لأن كمان لما نشارك في الانتركونتيننتال وكأس العالم فلاعب بمواصفات اليو ديانج يستخلص لك الكرة بدنيا قوة زي ما بنقول الدبابة المالية. فبالتالي ديانج لاعب خطير ومهم. هنشوف طبعا قرار النادي الاهلي وادارة الاهلي في ديانج هيكون ايه. برضو رضا سليم وبيرسي تاو، انا عايز اشوف رضا سليم يا جدو كولر وقت اكتر من كده. رضا سليم لما نزل امبارح
الصراحة عجبني، الصراحة أداؤه كويس، ولكن محتاجين نشوفه أكتر. يعني أتمنى إن هو يشارك أوقات أكتر أو عدد دقايق لعب أكتر، علشان كمان إحنا كجماهير الأهلي نحكم على أدائه. يعني رضا سليم من ساعة ما جه الأهلي لعب كام مباراة، ما لعبش بالكم الكافي من المباريات. رضا سليم أنا وجهة نظري هو لاعب كبير جدا، فمحتاجين يا كولر نشوف رضا سليم بشكل أكبر. طبعا بيرسي تاو الحمد لله على السلامة، هدف جميل جدا. الهدفين يا جماعه في المباراه من كور ثابته للنادي الاهلي. انا عندي في حته العرضيات، عرضيات علي معلول غير عرضيات علي معلول، يعني بلسم زبده حاجه كده، ولا اروع ولا احلى. ولكن الكور الثابته مؤخرا اللي بتتلعب عن طريق قفشه وعن طريق رضا سليم عجباني. يعني السويرف بتاع الكور سواء من الركنيه لما رضا سليم لعبها او قفشه من الفاول ناحيه اليمين عجباني. ولكن الكور العرضيه اللي بتتلعب عن طريق الحركه هي دي اللي محتاجه شويه تظبيط. عايز اتكلم عن كهربا يا جماعه، لاعب كبير طبعا ومحبوب من جماهير النادي الاهلي، ولكن انا عايز كهربا يثبت نفسه. طبعا في كلام كتير قوي ان كهربا هيرحل عن النادي الاهلي، يعني مش مكمل مع النادي الاهلي، ولكن انا عايزك يا كهربا وقت ما تنزل المباراه تاكل النجيله، اعمل اللي عليك لاخر لحظه كما تعودنا منك يا كهربا. طبعا احنا رايحين لبيراميدز يوم الاثنين القادم، الجمعه احنا هنلاعب الالومنيوم في الكاس بنسبه كبيره. كولر هيعمل تدوير وهيشرك لاعبين طبعا ويريح لعيبه الاهلي يعني لمباراه الاثنين امام بيراميدز. بيراميدز مريح تماما وبيعمل ريكفري واستشفاء وقاعد مستني النادي الاهلي. النادي الاهلي خلص مباراه بيراميدز، طلع على مباراه فيوتشر مباراه تقيله، رايح للالومنيوم ثم مواجهه بيراميدز يوم الاثنين. فالاهلي مضغوط، بيراميدز مريح. في تسريبات عن عوده رمضان صبحي الى قائمه بيراميدز او خلاص العفو عن رمضان والايقاف بتاعه طبعا هيتلغي. في ده تسريبات لحد دلوقتي لسه مش مؤكد الخبر ده، ولكن ايا كان رمضان صبحي رجع مرجعش، الاهلي لعبته مركزه وكولر مركز، وباذن الله نحسم الدوري من مباراه بيراميدز والمصري القادمين باذن الله. عايز اقول لكم حاجه، سواء كنت مختلف مع رمضان او بتحب رمضان او متضايق من رمضان، فاحنا ما نتمناش اي اذى لاي لاعب مهما كان بدر من هذا اللاعب اي مشاكل، او انت وجهه نظرك انك متضايق منه اتضايق منه براحتك خالص، ده حقك. ولكن ما تتمناش اذيه لاعب في مستقبله وفي مهنه اكل عيشه. فطبعا يعني رمضان لو رجع مفيش مشكله خالص، نتمنى له نهايه فتره الايقاف اللي هو فيها والعوده باذن الله. طبعا رمضان لاعب كبير ويبقى لاعب كبير واحنا بنحترمه بغض النظر عن ما بدر منه تجاه النادي الاهلي. طبعا عايز اقول لكم كمان ان السوبر المصري هيتلعب طبعا زي ما شفناه بالنظام اللي فات 4 فرق، برضه هيتلعب بنفس النظام 4 فرق، هيكون في الامارات في الفتره ما بين 4 إلى 7 أكتوبر القادم باذن الله. طبعا بمشاركه ايا كان بقى مين بطل الدوري مين بطل الكاس، الكلام ده كله هيكون اهلي زمالك بيراميدز. طب مين النادي الرابع؟ النادي الرابع هيتحدد بناء على اللي هيفوز بكأس الرابطة. معانا ايه تاني؟ معانا خبر مهم جدا بس هقوله لكم الحلقة اللي جاية ان شاء الله، عن صفقة النادي الاهلي المحتملة بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. ان شاء الله الفيديو القادم هكون جمعت لكم فيديوهات عن هذا اللاعب اللي هنتكلم عنه الحلقه اللي جايه باذن الله. عندي سؤال بقى لحضراتكم مهم قوي قوي قوي، هم سؤالين للامانه. اول حاجه عايز اعرف رايك في كهربا في الفتره الاخيره، وعايز اعرف رايك هل انت تفضل عوده مصطفى شوبير لحراسه مرمى النادي الاهلي في المباريات القادمه في الدوري، ولا نستمر مع الشناوي ونصبر على الشناوي لحد ما يستعيد مستواه وذهنيا يكون قادر؟ انا محتاج اعرف وجهة نظرك. انا وجهة نظري مصطفى شوبير ممكن هو اللي يكون موجود او متواجد الفترة القادمة، لانها مباريات مهمة جدا جدا، ومصطفى شوبير ما شاء الله عليه ذهنيا مركز بدنيا فايق. مش هنساله الكورة اللي شالها في مباراة الجيش اللي اتردت عليه مرتين لو حضراتكم فاكرينها، وتألق وطار عليها في المرتين وانقذ النادي الاهلي او انقذ مرمى النادي الاهلي. فانا وجهة نظري ان ممكن نشوف مشاركة مصطفى شوبير في المباريات القادمة، وبالاخص مباراة بيراميدز. زي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقة القادمة معانا
مهاجم النادي الاهلي ان شاء الله بنسبه كبيره الاهلي هيخلص معاه، ومهاجم خطر قوي 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 قوي. انتظروا الحلقه القادمه باذن الله. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم. سلام عليكم.